وزي ما عودناكم تغطيه خاصه للمركز الاعلامي للاتحاد المصري للميني فوتبول، والنهارده هنا من المدينه الشبابيه ببورسعيد وتغطيه الدوره الخامسه للميني فوتبول للحكام والمراقبين والاداريين والمراقبين. ومعانا نجم مختلف عن العاده وهو الكابتن احمد الشناوي رئيس لجنه حكام الاتحاد المصري للميني فوتبول. اهلا وسهلا بيك كابتن احمد. اهلا بيك. كنا عايزين نوجه رساله النهارده لحكامنا الحكام الميني فوتبول، حضرتك تحب تقول لهم النهارده؟ طبعا الحكام الموجودين في الدراسه دلوقتي اللي هم الحكام الجداد اقول لهم طبعا اهلا وسهلا بيكم. انتوا طبعا دلوقتي خلاص دخلتوا في اسره الميني فوتبول. بتمنى لكم التوفيق، بس عايز اقول لكم ان يعني انتوا معانا في اسره الميني فوتبول، لكن محتاجه مش مساله الشهاده وخلاص، محتاجه شغل، محتاجه متابعه، محتاجه ان انت تبقى عايز تضيف حاجه وتقدم حاجه للميني فوتبول من خلال التحكيم. لو حابب النهارده نوجه رساله شكر للكابتن احمد سمير للمجهود المبذول في ظل ان دي 5 دوره، يمكن الحكام في اكتر المناطق بقت الحمد لله شغاله بشكل كويس. لو نوجه رساله شكر النهارده للكابتن احمد نقول له ايه؟ انا عايز اقول ان الكابتن احمد سمير طبعا هو يعني رئيس المؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول. انا شايف ان هو يعني هو الماء والهواء لهذا الاتحاد، يعني دائما هو الذي يعني بيمد الافكار وبيتابع الاتحاد بشكل غير عادي. بعتقد الراجل ده يعني التاريخ سيظل يعني يتذكره بانجازات، مش يعني انجازاته الغير مسبوقه من خلال بطولات، من خلال ان هو قد ايه البطوله بتمشي رغم المعوقات والصعوبات للفرق وللاعبين والحكام، والدنيا ماشيه من بطوله لبطوله، بيزيد عدد البطولات في وقت يعني وقت قصير جدا. نقول له ربنا يوفقك ومزيد يعني من الشكر ليك، وانت اصبحت النهارده علامه، ويعني مش حفرت اسمك في الميني فوتبول، لا انت خلاص اصبحت يعني شيء بارز مدى الظهر في تاريخ الميني فوتبول في مصر. لو عايزين نقول نصيحه للحكام ال5 دفعات خلال الفتره اللي فاتت، وانا ما شاء الله شايف تقدم كبير جدا في الحكام خلال الفتره اللي فاتت، نصيحتك ايه اليوم؟ اقول لهم ان التحكيم ملوش اخر. التحكيم محتاج كل يوم تبقى تتعلم وتعرف، وان التحكيم ملوش كبير. مهما وصلت في التحكيم لدرجه رحت كاس عالم، رحت في اي حته، انما التحكيم ملوش كبير. دائما كون على اهتمام، على حذر، على تركيز في التحكيم بشكل كبير عشان يستمر شكلكم وادائكم في المباراه. لو حابب توجه رساله شكر النهارده للمدينه الشبابيه بورسعيد، يمكن الناس استضافه مميزه جدا للدفعه ال5، نقول لهم ايه؟ طبعا المدينه الشبابيه بورسعيد ممثله طبعا بالاستاذ محمد عبد العزيز اللي هو رئيس المدينه. راجل يعني قمه في الذوق والاخلاق والتعامل، قمه في ازاي ان هو يعني انا عايز اقول ما بيختلفش معاك بقدر ان هو عايز يقدم لك افضل ما عنده من خدمات، من حتى لما بيحصل تضارب ما في الوقت هو بيحاول ازاي يمد وقت بشكل معين عشان خاطر تتغطى كل الدراسات المختلفه ما بين تدريب واداره وتحكيم. راجل يعني بصراحه يعني كلمه الشكر ليه يعني بعتقد ان لابد يكون في بدايه كانت الحديث النهارده يكون شايف في النهايه، ومش هو بس، فريق العمل اللي معاه رجالته كلها في المدينه ناس يعني على قدر كبير جدا من المسؤوليه والذوق في التعامل. تحياتي ليك كابتن احمد الشناوي، وانتظرونا وتغطيه خاصه للمركز الاعلامي الاتحاد المصري للميني فوتبول بقياده الكابتن احمد سمير.